لو مالكمش في السمك هتحبوا الوصفة دي. سمك فيليه مشوي في الفرن بطريقة سهلة وتنفع للدايت، وتتبيلة مميزة تنفع للسمك المقلي او المشوي ايا كان نوعه. جبت راس من الثوم وفلفل اخضر واحمر وجزرايه متقطعه شرايح وورق بقدونس ومعلقه من هرس الشطه ومعلقه كبيره صلصه ومعلقه كبيره مستردة وربع كوبايه خل وعصير ليمونتين كبار وزيت. ضربت المكونات دي كلها مع بعض واضفت عليهم معلقه كبيره من الملح ومعلقه كبيره من الكزبره ومعلقه كبيره من الكمون ومعلقه صغيره فلفل اسود ومعلقه صغيره بابريكا ورشة كركم، وضربت المكونات مع بعض وقسمت الخليط لجزئين وشوية تانيين هستعملهم كمان شوية، وانزل بالتتبيلة على السمك واتبله من كل ناحية. وبعد كده جبت الصينية اللي هتدخل الفرن وحطيت فيها بصل متقطع جوليين او شرايح وفلفل اخضر واصفر او اي لون موجود عندك، ممكن اخضر بس، وجزر وبطاطس متقطعين لشرايح رفيعة جدا علشان تستوي معاكي على طول لان السمك مش بياخد سوا. وننزل عليهم بالجزء التاني من التتبيلة وعليها رشة خفيفة من الملح والكمون والكزبرة وعصير 3 ليمونات وزيت، ونقلب الحاجات دي كلها مع بعض ونغلف الخضار بالتتبيلة. الله على الخضار وجماله، الخضار ده هيتاكل قبل السمك من جماله. ونفرد الخضار في الصينية ونحط عليهم السمك، وقطفت عليها كوباية من المية، وللتسوية دخلته على فرن ساخن على درجة حرارة 200 لمدة 45 دقيقة، وتطلع معايا بالشكل القمر ده. شايفين الجمال؟ بصوا شكله من جوه وشوفوا الطراوة وشوية خضار تحفة، وما خدناش في تحضيره تلت ساعة. وإذا عجبكم الفيديو لايك واشتراك للقناة. كان معاكم وسام العزاوي من فادية ريسبي.